أنا مش يوتيوبر ومش بعمل محتوى علشان الناس ولا حتى بهتم بفكرة الشهرة. أنا كل اللي بحب أعمله هو إني أروح أماكن كل الناس بتخاف تقرب منها، أماكن فيها سر أو فيها حاجة مش مفهومة. بس ده كلفني كتير وسبب لي كابوس بيطاردني لحد النهاردة. أنا عمري ما كنت مؤمن بالحاجات اللي زي الخرافات ولا الأشباح ولا الكلام ده. كل اللي كنت عايزه في اليوم ده إن أروح غابة وأعمل كامب وأقضي ليلتي وسط هدوء لوحدي. كلمت أصحابي علشان يجوا معايا يقضوا اليوم ده، بس ما قدروش يجوا واعتذروا لي. وبصراحة ده ما كانش فارق معايا لأن دي ما كانتش أول مرة أروح فيها لوحدي. وقتها كنت فاكر إنها مش هتكون المرة الأخيرة، بس الحقيقة إنها فعلا كانت المرة الأخيرة. قضيت اليوم كله وأنا بتمشى في الغابة. كنت بدور على مكان هادي أبات فيه، وكنت متأكد إن مفيش حيوانات خطيرة في المنطقة لأن كنت باحث على المكان كويس قبل ما أروحه. ودي بصراحة عادتي دايما قبل ما أروح أي مكان، خصوصا لو في غابات، إني أعمل سيرش عن المكان ده وأعرف تفاصيله وأشوف هل فيه كائنات خطيرة ولا لأ. فضلت ماشي في الغابة بدور على مكان مناسب أعمل فيه الكامب، وبعد تدوير وبحث أخيرا لقيت مكان مناسب. كان مكان واسع ما فيهوش أشجار كتير. قلت خلاص هو ده المكان المناسب اللي هعمل فيه الكامب. نصبت الخيمة وجهزت كل حاجة وطلعت الأكل وبدأت أكل. وقبل ما الساعة تيجي 9 تقريبا كنت جهزت نفسي إني خلاص هنام. كنت ناوي أنام الليلة دي وأصحى بدري أول الشمس ما تطلع علشان أقضي اليوم وبعد كده أروح قبل الشمس ما تغيب. بس اللي حصل لي الليلة دي ما كنتش عامل حسابها أبدا. صحيت فجأة وحسيت إن قلبي بيدق بسرعة. أنا بصراحة مش من الناس اللي بتصحى بسهولة، بس الليلة دي كان في حاجة غلط. الجو كان هادي جدا، مفيش صوت ومفيش رياح، بس قلبي بيقول إن في حاجة غلط أو في حد بيراقبني. خرجت من الخيمة وبدأت أبص في المكان كله. كان في مكان قدامي مليان عشب. لقيت العشب ده بيتحرك، حاجة مش طبيعية أبدا. مفيش ريح في المكان والجو كان هادي وصيف. وحتى ده مش حيوان، لأن اللي كان بيسبب الحركة دي قدرت أشوفه من بعيد. ده شخص ما بيبص عليا وبيراقبني. مفيش حاجة بتخوفني بصراحة بسهولة، بس المرة دي الوضع كان مختلف لأن كنت في مكان هادي ولوحدي. بسرعة قمت ومسكت الكشاف والسكينة اللي كانت جنبي وقررت أجري عكس اتجاه الشخص ده. خرجت بسرعة وبدأت أجري، والكامب مفيهوش حاجة غالية أصلا أخاف عليها. ممكن أبقى أرجع تاني يوم الصبح وألم كل اللي فيه ده لو اتبقى في حاجة أصلا. جريت بكل سرعتي، وأنا بجري كنت سامع صوت خطواته بتجري ورايا، حد بيجري ورايا بسرعة كبيرة. بس بعد شوية الخطوات اختفت وسكتت. كنت بدور على أي مكان استخبى فيه. وقتها شفت حاجة ما كنتش متوقع إن أشوفها في مكان زي ده. مبنى مهجور باين عليه إنه كان لسه تحت الإنشاء بس ما كملهوش. شكله كان غريب جدا، كأنه مستشفى. بس مستشفى إيه اللي بتتبني في نص الغابة وفي مكان زي ده؟ ما كانش عندي وقت أفكر. قربت من المكان ودخلت بسرعة علشان استخبى، لأن أيا كان المكان ده إيه أكيد أفضل من الشخص اللي بيجري ورايا وبيطاردني. قربت من المستشفى ودخلت وقلت هستنى في المكان ده لحد النهار ما يطلع أو أتأكد إن الشخص اللي كان بيطاردني ده مشى. المبنى من جوه كان عبارة عن ممرات طويلة، وعلى يمين وشمال الممرات دي أوض. المكان مليان تفاصيل، كان مبني بدرجة تخليك تسأل نفسك ليه وقفوا البناء فيه وليه اتساب كده. فضلت ماشي جوه المبنى وانا منور الكشاف لحد ما شفت باب مزدوج مقفول، وكان في إضاءة جاية من تحت الباب. الحاجة الوحيدة اللي جت في دماغي في وقتها ازاي ان المكان ده منور بالرغم ان اكيد مفيش كهرباء. فقلت يمكن ان في حارس موجود في المكان ده مكلف بحراسة المبنى. قربت وفتحت الباب. المفاجأة إن مفيش حد ولا حراس ولا أجهزة، مجرد ممر طويل ومنور كله أبيض. فضلت أبص في المكان لحد ما لاحظت باب على شمالي. الباب كان مفتوح جزء منه وجواه كان مظلم. كل المستشفى كانت ضلمة ما عدا الممر ده، لكن الأوضة دي كانت مختلفة عن باقي الأوض اللي في المبنى، لأني لمحت حد كان واقف ورا الباب وبيراقبني.
في الأول قلت يمكن حارس أو حتى الراجل اللي كان بيطاردني في الغابة، أو ممكن شخص متشرد ساكن هنا. ده ما كانش بني آدم طبيعي أبدا، لأنه خرج وشفته. شفت هيئته كاملة، واللي شفته ده عمره ما هيفارق خيالي. شخص أصلع الراس، جلده مكرمش، لونه أبيض باهت، لونه أبيض أكنه ميت، عينه واسعة وبيضة بشكل غير طبيعي، ابتسامته مريبة، ابتسامة شخص مجنون. ابتسامته كانت واصلة من الأذن للأذن. ساعتها دماغي قال لي اهرب، اهرب من المكان بسرعة. بس أنا حسيت إن جسمي اتشل، ما كنتش قادر أتحرك ولا حتى أصرخ. وقعت على الأرض وعيني ما بتفارقش عينه، وهو بيبص لي بهدوء كأنه عارف إني مش هقدر أهرب ومش هقدر أعمل أي حاجة. خرج من الأوضة وبدأ يمشي ناحيتي. كان طويل جدا، أطول حتى من الإنسان الطبيعي. جسمه نحيف جدا لدرجة إن تفاصيل جسمه الداخلية باينة، كل عظمه باين. طريقته في المشي ما كانتش طريقة عادية أبدا، أكنه طفل بيتعلم المشي. فجأة وأنا في الحالة دي الأدرينالين زاد في جسمي، فقت من اللي أنا فيه وقمت أجري زي المجنون. مش عارف أنا رايح فين ولا بعمل إيه، بس كل اللي كنت عايزه إن أهرب من المكان ده فورا. وأنا بجري وهو كان بيجري ورايا، فجأة وقعت في فتحة كانت في الأرض. وقعت على الأرض واصطدمت بيها بقوة. جسمي كله بيوجعني، مش قادر حتى أقف. بس كنت بحاول أزحف، كنت عايز أخرج من المكان ده بأي شكل، لأن لو الشيء ده وصل لي أكيد هتكون نهايتي. ما كنتش قادر أتحرك تماما بسبب الوقعة. بس بالرغم من كل ده حاولت بكل قوتي إن أزحف وأخرج من المكان ده. كان في سلم قدامي، حاولت أنزل من على السلم وأهرب من هناك، لكن كل محاولاتي فشلت. كنت حاسس إني مش هقدر أتحرك تاني. فاضطريت في اللحظة دي إن خلاص هستسلم. عيوني بدأت تتقل وشفته بيقرب مني. حسيت بحاجة أو بحد بيتحرك حواليا كأنه بيزحف، ودي آخر حاجة شفتها قبل ما عيوني تتقل وغمضها ويغمى عليا. صحيت بعدها وكان النهار طالع، جسمي مليان كدمات وجروح. في وقتها قدرت أتحرك أخيرا، فقمت وقررت إن أشوف المكان اللي شفت فيه الراجل ده امبارح. رحت للباب اللي كان عنده النور واللي شفت فيه الكائن ده. بس الغريب إن الباب كان مقفول، وكان مقفول بسلاسل، وواضح إن السلاسل دي مقفولة من زمان لدرجة إنها كانت مصدية. خرجت من المكان وأنا مش مصدق إني عايش. رحت وبلغت الشرطة، قالوا لي إن اللي شفته جوه ده غالبا نتيجة خوف أو توتر، وقالوا لي أو ممكن تكون هلوسة بسبب إنك كنت تحت ضغط وخوف شديد. بس أنا متأكد من اللي شفته إنه كان حقيقي. النهاردة كل ما افتكر اللي حصل بحس برهبة وخوف عمرهم ما بيروحوا مني. أنا بطلت أروح الكامب تاني، وما فكرتش عمري إن أقرب من المستشفى المهجورة دي، ويمكن أكون حظي كويس إن نجيت، وحمدت ربنا إني طلعت من المكان ده على خير. دي كانت قصتي اللي حصلت معايا. يا ريت لو الفيديو عجبك متنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب، لأن ده بيدعمنا جدا إننا نستمر في تقديم المحتوى. عمرك جربت تعيش مع شخص وتكتشف في الآخر إنه مش بني آدم طبيعي؟ تصرفاته تبان عادية، بس تكتشف إنه وراه سر غامض مرعب عمرك ما تتخيله أبدا. وده اللي حصل معايا، وهحكيه لكم في قصة النهاردة. بصراحة دايما فكرة إن أدور على شريك سكن جديد كانت حاجة مرهقة بالنسبة لي. حتى لو قعدت معاه واتكلمت وتعرفت عليه، عمرك ما بتعرف الشخص فعلا غير لما تعيش معاه. وبدأت أدور على حد يشاركني في سكن جديد. بعد ما نزلت إعلان على ماركت بليس في فيسبوك، لقيت رسالة جايالي بعد كام ساعة بس. الرسالة بتقول: هاي كريس، أنا بدور على حد يشاركني السكن في كاليفورنيا السنة دي، لأن صاحبي اللي كان معايا في السكن سابني وهيروح لسكن جديد. أنا 27 سنة وبدرس حاليا،
ولما ما بكونش في الجامعة بحب أطلع هايكنج، أتفرج على أفلام، وكمان بشتغل تدريب في ورشة تحنيط حيوانات في الأيام اللي ما عنديش فيها محاضرات. يا ريت الموضوع ما يبقاش غريب بالنسبة لك، بس دي هواية بحبها من زمان. مستنية ردك. يومك سعيد. لينا. أول حاجة عملتها بعد ما قريت الرسالة دي إني دخلت أشوف البروفايل بتاعها. كانت متوسطة الطول، شعرها أشقر، وعينيها خضرة. في الصورة اللي هي فيها كانت متصورة وهي واقفة جنب راجل وست، التلاتة واقفين كتفهم جنب بعض بيضحكوا ورافعين علامة السلام. وتحت الصورة كان مكتوب: بحب زمايلي في السكن. ابتسمت وقلت أكلمها. كلمتها وحسيتها لطيفة في ردها عليا. عدت الأيام وفعلا اتفقنا وسكننا مع بعض. بدأت أنقل للسكن الجديد. الوقت ده كان صيف والجو حر جدا، بس كان لازم أنقل كل حاجة للسكن الجديد واللي كان في الدور التاني. أخدنا يومين تقريبا علشان ننقل كل حاجة ونطلعها الشقة. أول ما خلصنا حسيت بارتياح رهيب، إن أخيرا بعد المعاناة دي هرتاح. بعد ما ارتحنا شوية كل واحد فينا أخد إزازة حاجة ساقعة من التلاجة، وقعدنا في البلكونة قعدنا نفتكر ألعاب الفيديو اللي كنا مدمنينها واحنا صغيرين وذكريات زمان. وقتها حسيت لأول مرة إني مرتاح وإن كل حاجة هتمشي تمام، أو كنت فاكر كده. بعدها بأسبوع بدأت شغل جديد في شركة مقاولات، وأنا بلبس سمعت باب الشقة بيفتح. خرجت لقيت لينا داخلة هي وصاحبها وبيزقوا فريزر كبير. قلت لها وأنا مستغرب: إيه ده؟ قالت له هي بتتنهد: جبت فريزر علشان أحط فيه الحيوانات اللي بستخدمها في شغل التحنيط. يا رب ما يكونش ده مضايقك. بصراحة أنا اتفاجئت في البداية، بس قلت مش مشكلة عادي، ورجعت أكمل لبسي وخرجت على الشغل. رجعت الساعة 9 بالليل بعد ما خلصت شغل، ولقيت الفريزر محطوط جوه الدولاب اللي في المطبخ، وصوت طنين بسيط طالع منه. كنت فضولي جدا أعرف إيه اللي جواه، بس قلت مش من حق أفتحه طول ما هي مش موجودة. دخلت أوضتي وغيرت هدومي. رجعت تاني للمطبخ علشان أحضر العشاء. وأنا بلف صبع رجلي خبط في حرف الرخامة. صوته طلع عالي من الألم. اتعصبت وقفلت باب التلاجة بعنف. وأنا برفع راسي لقيت لينا واقفة في الضلمة عند باب أوضتها. وقالت بصوت هادي وبارد: في حاجة؟ قلت لها: لا، رجلي بس اتخبطت، أنا آسف لو صحيتك. قالت بنفس النبرة الباردة: تمام، ودخلت أوضتها تاني من غير أي كلمة زيادة. أنا وقتها حسيت إنها متضايقة، فعملت الساندوتش ورجعت لأوضتي وأنا سامع صوت الطنين من الفريزر. فضلنا على الحال ده لحد نهاية الأسبوع، واللي كان يوم أجازتي. فنمت اليوم ده وصحيت متأخر. ولما صحيت دخلت المطبخ علشان أعمل الفطار. لاحظت إن نور الفريزر مطفي والهواء البارد مش طالع منها. قلبت النور بس مفيش كهرباء، فقلت الكهرباء قطعت. ورحت على أوضة لينا خبط بس ما كانش فيه رد. افتكرت إنها عندها محاضرات اليوم ده ومش موجودة في البيت. وأنا راجع للمطبخ رجلي اتزحلقت فجأة ووقعت، وعيني جت تحت الفريزر. لقيت دم. الدم كان سايح من تحت الفريزر وصل للأرض. قلبي كان هيقف. حاولت افتح الفريزر بسرعة علشان اشوف ايه اللي فيه، لكن لقيت عليه قفل معدن. انا متأكد ان القفل ده ما كانش موجود اول يوم. جريت على عربيتي، جبت شنطة العدة ورجعت طلعت القطاعة وقصيت القفل. وفتحته. ريحة بشعة طلعت خنقتني لدرجة اني ما كنتش قادر اتنفس. ورجعت ورا بسرعة من كتر بشاعة الريحة، بس تمالكت نفسي ورجعت مرة تانية. لبست جلافز
من تحت الحوض وبدأت أفتح الكيس اللي في الفريزر. كان فيه طيور ميتة متحنطة في أكياس بلاستيك، لكن كان فيه كيس أسود كبير والدم كان نازل منه، والكيس ده تحديدا هو كان مصدر الريحة البشعة. قربت من الكيس وفتحته. وش بني آدم، عيونه بيضة كبيرة، لسانه أسود منتفخ، شفايفه متشققة ومنتفخة، شعره لزج، كان راس بني آدم حقيقي. رميت الكيس ورجعت لورا وقعت على الأرض. نفسي اتقطع، قلبي كان هيقف من الرعب. مسكت الموبايل وخرجت بسرعة من البيت، ركبت العربية واتصلت بالشرطة. وأنا قاعد في غرفة التحقيق كنت متغطي ببطانية. ما كنتش قادر ما كنتش قادر انسى ملامح الوجه اللي شفته في الفريزر. كنت حاسس ان الوش ده مش غريب عليا واني شفته قبل كده. مسكت موبايلي ودخلت على بروفايل لينا وبصيت على الصورة. هو نفس الوجه اللي كان في الكيس، هو زميلها اللي قالت انه ساب الشقة واتنتقل لسكن جديد. دخلت المحققة وبدأت تسألني عن سلوك لينا، فافتكرت الموقف لما رجلي اتخبطت وانا في المطبخ وهي كانت واقفة بتبصلي في الضلمة، وهي خرجت بسرعة من الأوضة. وقتها عرفت هي خرجت ليه. هي خرجت علشان كانت فاكرة اني فتحت الفريزر. حسيت ان جسمي بقى شايلني، بدأت أعرق، دماغي مشوشة، لدرجة اني ما كنتش سامع المحققة وهي بتتكلم، لحد ما دخل ضابط تاني همس في ودنها واداها ورقة. سألتني: عندك مكان تبات فيه؟ قلت لها هروح عند اهلي. قالت لي: طيب انا مش عايزاك تقلق، بس احنا لقينا الصورة دي في شقتك. سحبت الورقة واللي كان فيها خلى دم اتجمد. بنت اسمها أمل، كانت لسه جديدة في المدينة، جاية تكمل دراستها هنا، وكانت أغلب الوقت لوحدها، ملهاش صحاب، ما بتخرجش ودايما منعزلة. في الليلة دي كانت قاعدة في مكتبة الجامعة بتشتغل على مشروع جماعي، بس زي كل مرة زمايلها سابوها تكمل كل حاجة لوحدها. بالنسبة لها الشيء ده كان طبيعي، يمكن علشان اتعودت ويمكن علشان ما كانش عندها حد تاني تقضي معاه الوقت، وكانت غالبا بتفضل انها تقضي الويك اند في المكتبة، لأنها من يوم ما جت الجامعة وهي ما كونتش أي صداقات. فضلت قاعدة تذاكر لحد الساعة ما قربت 10 بالليل. قامت لمت كتبها ورجعتها على الرف وهي بتبص ناحية أمينة المكتبة. الست كانت بصلها كأنها مستنياها تخلص وتمشي علشان تقفل. أمل ابتسمت لها ابتسامة خفيفة وبعد كده رجعت للترابيزة ولمت شنطتها. في اللحظة دي سمعت صوت غريب، صوت كأن حد بيزحف. بصت حواليها وعند رف كتب تاريخ الفن كانت حاسة إن في شخص واقف بيراقبها. غمضت عينيها وفتحتها تاني، الشخص ده اختفى. سحبت شنطتها بسرعة وخرجت من المكتبة وكل شوية تبص وراها، بس ما كانش فيه غير أمينة المكتبة. خرجت من المكتبة، الهوا بارد جدا وكانت رجليها بترتعش. المدينة هادية بطريقة مريبة والوقت كان متأخر. هي عارفة إن ده مش أنسب وقت تمشي فيه لوحدها، بس قالت لنفسها إنها كبرت وإنها مش طفلة علشان تخاف من الضلمة أو تحتاج حد يطمنها. بس جواها كانت حاسة بوحدة قاتلة. وهي ماشية سمعت صوت خطوات وراها، لما لفت شافت شخص لابس هودي اسود داخل لنفس الشارع اللي هي ماشية فيه. الدم اتجمد في عروقها. الشخص ده كان ماشي وراها. زودت سرعتها وهي بتقول لنفسها الحمد لله ان الشقة قريبة. اول ما دخلت العمارة حست بالامان شوية بسبب نور المدخل وراجل الامن اللي كان قاعد، بس ما كانش مركز معاها، كان ماسك موبايله وبيتفرج على حاجة. دخلت الاسانسير وضغطت على زر الدور ال14، وقبل ما الباب يقفل شافت ايد اتمدت ومنعت الباب انه يقفل. ودخل شاب طويل وسيم، عينه سودة وفيهم لمعة غريبة. ابتسم لها وقال بلطف: انتي ساكنة في الدور ال14؟ ما عرفتش ترد، اكتفت بهز راسها بخجل. قال لها: انا ساكن في الدور ال13، وضغط على زر الدور ال13.
وبعد كده بصلها وقال: عجبني لبسك جدا على فكرة. ابتسمت ابتسامة خفيفة بس قلبها كان بيدق بسرعة، وكانت مش عارفة ترد عليه بسبب الخجل. فضل دماغها يفكر في إنها ممكن هي والشخص ده يكونوا في يوم من الأيام أصدقاء، وإن الشخص اللي هيدخل حياتها ويكسر الوحدة اللي هي فيها. قطع تفكيرها صوت الأسانسير وهو بيقف عند الدور ال13. الشاب خرج وبصلها وقال: هشوفك فوق. وهو بيضحك سحب سكينة من الجاكيت اللي لابسه وطلع جري على السلم. البنت اتجمدت، ايديها كانت بترتعش وهي بتطلع موبايلها تحاول تكلم الشرطة، بس قبل حتى ما تكلم الرقم باب الأسانسير فتح وكان واقف قدامها. صرخت بس مفيش حد سمعها. ضربها بالسكينة بكل قوته، واللبس بتاعها اللي كان أبيض بقى كله باللون الأحمر. تاني يوم الصبح الجيران لقوا جثتها جوه الأسانسير. العمارة كلها اتقلبت، بس للأسف ما كانش فيه أي كاميرات مراقبة علشان تكشف اللي حصل أو تكشف هوية الجاني. بعد كده سكان العمارة ابتدوا يركبوا كاميرات مراقبة وطلبوا بزر طوارئ جوه الأسانسير. عدى 6 شهور والقاتل لسه حر، محدش قدر يوصله. لما القاتل اطمن ان مفيش اي حد قدر يكشف هويته، قرر انه يرجع للعمارة مرة تانية. اختار نفس اليوم، ليلة يوم السبت، وشاف بنته واقفة لوحدها قدام الأسانسير. وقف وراها وتأكد ان حارس الأمن مش واخد باله منه وانه مشغول كالعادة في الموبايل. غطى وشه بالهودي وركب ورا البنت الأسانسير. هي دخلت وضغطت برضو على الدور ال14، وهو ضغط على الدور ال13 وقال لها: أنا ساكن تحتك بدور. بس البنت مردتش، راسها كانت لتحت وشعرها مغطي وشها بالكامل، لابسة فستان أبيض ومن غير حذاء. كان مستغرب منها بس ما اهتمش، هو كان في مهمة معينة جاي لها ينفذها ويمشي. إيده كانت في جيبه ماسك السكينة ومستني اللحظة المناسبة. وصلوا الدور ال13، خرج وبصلها وقال: هشوفك. وقبل ما يكمل الكلمة التانية بص في الأسانسير، البنت ما كانتش موجودة. الأسانسير فاضي تماما، مفيش حد موجود. فضل يقول: أكيد أنا مش بتهيألي. فجأة باب الأسانسير اتقفل بسرعة والنور اللي فوق بدأ يطفي ويشتغل بسرعة كبيرة، وسمع صوت فحيح جاي من فوق المكان اللي هو واقف فيه. بص لفوق وشافها كانت ماشية على السقف، شعرها طويل وبيتحرك كأنه تعابين، عينيها حمرة وابتسامتها مرعبة، ابتسامة مليانة أسنان حادة كلها دم. وشاف البقعة اللي على الفستان الأبيض، هي نفس البنت أمل اللي اتخلص منها من 6 شهور. لو القصة عجبتك ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة علشان نستمر في تقديم المحتوى، وشكرا جدا ليكم وكل اللي بيدعمنا. كنت قاعد بتفرج على مسلسل على التلفزيون، الساعة تقريبا كانت 10 بالليل، وانا بتفرج حسيت ان عيني بدأت تتقل لان اليوم ده كنت تعبان جدا. فضلت اقاوم النوم لحد ما في النهاية غلبني ونمت. صحيت فجأة على صوت خبط على الباب. صوت الخبط صحاني مفزوع. قمت وقلت ممكن يكون صوت حيوان او كائن بري عادي، دي حاجة ممكن تحصل، ومركزتش كتير ورجعت نمت مرة تانية. لحد ما فجأة سمعت صوت خبطة قوية. صحيت من النوم مفزوع، قمت بسرعة. الصوت كان جاي من المطبخ. قمت من على الكنبة واتحركت ناحية المطبخ. لما وصلت ولعت النور بس ما كانش فيه أي حاجة. شيكت على الباب الخلفي بس برضه ما كانش فيه حاجة. بدأت ارتاح شوية برغم من اني كنت قلقان من الصوت اللي سمعته. معرفتكوش عن نفسي،
أنا طالب جامعي وبقضي الصيف ده في البيت مع أهلي اللي موجود في إحدى المناطق الريفية. بس الليلة دي ما كانوش موجودين معايا في البيت لأن كان عندهم شغل وكانوا هيتأخروا برا، وأنا كنت لوحدي في البيت. الساعة كانت تقريبا 10:30 لما لقيت حد بيخبط على الباب. في البداية استغربت إن حد بيخبط على الباب في الوقت زي ده. افتكرت إنه ممكن يكون ساعي بريد مثلا أو إحدى البائعين المتجولين. قلت أو ممكن يكون صاحبي اللي كان ناوي يجيلي الليلة دي ويقضيها معايا، بس قال إنه تعبان فيمكن غير رأيه وحب يجي يقضي معايا اليوم من غير ما يقولي. قررت أروح أفتح وأقول للي بره أيا كان هو مين إني مش محتاج حاجة، لأني محتاج أقعد لوحدي، مش محتاج حد يقطع عليا خلوتي، إلا طبعا لو كان صاحبي. كنت متوتر شوية. كان في عصاية موجودة جنبي مسكتها على إنها سلاح أدافع بيه عن نفسي في حالة إن حصل أي خطر، لأن بصراحة مش طبيعي أبدا إن حد يجي لي في وقت زي ده، وخصوصا إننا موجودين في منطقة ريفية. مسكت العصاية واتحركت ناحية الباب، بس لما وصلت شفت من خلال فتحة الباب رجلين رفيعين جدا ولابسين نعل أو شبشب في رجليهم. النعل اللي في رجليهم كان متهالك. افتكرت في البداية إنها ممكن تكون بنت متسولة أو جاية عايزة حاجة من بيت تاني غير البيت اللي أنا ساكن فيه، لأن أغلب البيوت في القرية شبه بعض. بس قلت ممكن تكون اتلخبطت وجاية أصلا لبيت تاني. فكرت في كل ده وأنا واقف مكاني. حطيت العصاية على الأرض كانت بترتجف أكنها مريضة. شعرها أسود مش مرتب، ولابسة هودي وشورت صغير. طولها كان حوالي 160 سنتي وشكلها تقريبا 13 سنة. كانت واقفة مستقيمة وبتبص لقدام. ما كانش باين ملامح وشها بالظبط في الضلمة، بس كان في حاجة غريبة في وقفتها. رقبتها كانت مميلة للشمال. وقبل ما اتكلم شفت بنت تانية واقفة وراها، كانت أصغر منها حوالي 9 سنين، لابسة برضه هودي متهالك وبنطلون أسود وجزمة مطر، وشعرها أسود طويل. لكن ما كانتش بنفس سلوك أختها. فضلت باصص ليهم من غير ولا كلمة لحد ما حاولت أكسر الصمت وسألتهم أقدر أساعدكم إزاي؟ ده بصوت هادي كأني بتكلم مع أولاد صغيرين، وبرضه كان جوايا خوف مازال مسيطر عليا. البنت الصغيرة ردت: من فضلك احنا بردانين وعايزين نستخدم التليفون. صوتها كان غريب، كأنها مش هي اللي بتقول الكلام ده. كانت بتتكلم كلام مرتب بس بطريقة مش طبيعية أبدا. صوتها مش صوت بنت عندها 9 سنين، صوتها كان أكبر بكتير. كنت مستغرب ليه هي اللي بتتكلم مش أختها الكبيرة. هل الأخت الكبيرة كانت خجولة مثلا ولا مصابة بإعاقة ذهنية؟ ما كنتش فاهم. وحتى طلبها كان غريب بالنسبة لي، إنها محتاجة تستخدم التليفون. قلت لها بصعوبة: مش فاهم قصدكم ايه، انتوا تايهين او حاجة؟ بس مفيش رد منهم. فضلوا واقفين ساكتين، كانوا باصين ناحيتي من غير ولا حركة ولا حتى ما ينطقوا بكلمة واحدة. لحد اللحظة دي أنا ما كنتش شايف ملامح وشهم بوضوح. بعد ثواني ردت البنت الصغيرة بنفس النبرة الغريبة: من فضلك احنا لوحدنا وتايهين ومحتاجين نتواصل مع اهلنا، خلينا ادخل. بصراحة كنت خايف ومحتار في نفس الوقت، لكن قلت آسف مش هقدر أخليكم تدخلوا، هجيب التليفون واتصل لكم وانتوا واقفين هنا. بصراحة ما كنتش عايز أسيب البنات دول بره لوحدهم، بس حسيت بحاجة غريبة من ناحيتهم. حسيت بحاجة بتقولي اوعى تخلوهم يدخلوا البيت. كنت خايف. البنات وقفوا ساكتين مش بيردوا. فجأة البنت الكبيرة غيرت تعبير وشها بالكامل.
شفت قبضة ايديها بترتعش كأنها بتتألم. ابتسمت ابتسامة مريبة ظهرت فيها أسنانها، واللي ما كانتش طبيعية أبدا، أسنان تشبه أسنان الحيوانات المفترسة. الدم اتجمد في عروقي، بدأت أعرق من كتر الخوف. البنت الصغيرة لاحظت خوفي واتحركت ودخلت خطوات بسيطة جوه البيت. الخطوات دي بينت ملامح وشها كان شاحب شبه الموتى، ملامحها كأنها امرأة عجوز، عينيها سودة تماما ما فيهاش البياض اللي بيكون موجود عندنا. قربت وفضلت مركزة معايا، واختها كانت مبتسمة نفس الابتسامة المريبة. حسيت بغثيان وما كنتش قادر اتنفس، كنت متجمد مش قادر اصرخ ولا حتى اتحرك. بعد ثواني اخيرا صوتي طلع، صرخت من الخوف وبسرعة اتحركت وقفلت الباب. وقفت ورا الباب وانا برتجف وبعيط. كنت عايز الموبايل بس افتكرت اني سبته في الأوضة اللي في الدور التاني، وكان مازال صوت التلفزيون شغال، كنت سامعه بوضوح. بس الصوت كان نفسه غريب كأنها لغة تانية، ما كنتش عارف ده حقيقي ولا ده بسبب الخوف اللي كنت فيه، الخوف اللي نساني حتى الكلام. كنت لازم اتصل بالشرطة لأن البنتين دول لو دخلوا هتكون نهايتي أكيد. صرخت بأعلى صوتي امشوا من هنا، وكنت بضرب على الباب بقوة علشان أخوفهم. سمعت أصوات غريبة ورا الباب، أصواتهم اتحولت تشبه أصوات الحيوانات أكنهم وحوش، ما كانش صوت أطفال أبدا. كنت خايف إن أتحرك من مكاني، خايف لو اتحركت يقدروا يدخلوا البيت. كنت شايف رجليهم من الفتحة اللي موجودة في الباب، وعرفت إنهم لسه موجودين. الأصوات زادت، مسكت العصاية وبدأت تضرب بكل قوتي على الباب لدرجة إني كنت هكسره علشان أخوفهم ويبعدوا عن البيت. بس كنت سامع أصوات غريبة وصرخات مرعبة جاية من البنتين. لحد النهاردة الصرخات دي بتطاردني في أحلامي. سمعت صوت من ورا الباب بيقول احنا بس عايزين نتصل بأمنا، احنا عايزين نتصل بأمنا، احنا عايزين نتصل بأمنا، احنا عايزين نتصل بأمنا. فضلت تقول الكلمة دي بنغمة متكررة، وكانت البنت الصغيرة بتكرر الكلام بسرعة ورا بعضه. خلينا ندخل، خلينا ندخل، خلينا ندخل. الأصوات زادت، فضلت أصرخ عليهم إنهم يمشوا من هنا. كنت عايز الكابوس ده ينتهي في أسرع وقت. ما كنتش عارف إزاي كل ده والجيران ما صحوش أو سمعوا صرخاتي. حسيت وقتها إن خلاص هتكون نهايتي. وفي وسط كل ده فجأة الأصوات اختفت. بصيت من الفتحة اللي في الباب، ما شفتش البنتين، عرفت إنهم مشوا. جريت بسرعة، بصيت من الشباك وشفت البنت الكبيرة بتجري بسرعة خارقة، مش سرعة إنسان أبدا. كانت ماشية ورا أختها الصغيرة اللي كانت بتجري بنفس السرعة. وفي النهاية وقفوا على نهاية الشارع، والبنت الكبيرة وقفت جنبها. كانوا بيبصوا أكنهم مستنيين حاجة، لحد ما فجأة ظهر شيء كبير وطويل، أطرافه طويلة ونفس ملامح البنتين، عيون سودة تماما وشعر أبيض طويل. وبعدها وقفوا كلهم وبصوا ناحيتي. بعدها بلحظات اختفوا. الليلة دي ما طلعتش برا البيت، فضلت قافل البيت عليا وانا قاعد على الكنبة برتجف. ما قدرتش انام لحد ما ابويا وامي رجعوا. حكيت لهم على اللي حصل بس محدش صدقني، كانوا بيقولوا اني مجنون او كنت بحلم. بس انا عارف ان دي حقيقة، وعارف ان كل ده حصل معايا. وعرفت بعد كده ان اللي شفتهم دول اسمهم بلاك اي كيدز او اطفال العيون السوداء. بصراحة ما بقتش اقعد في البيت ده لوحدي ابدا بعد الليلة دي، لان الليلة دي كانت هتنهي حياتي. انا اسمي ليلى، عندي قناة صغيرة على يوتيوب. أغلب وقتي بيضيع وأنا بفتح لعب تافهة وبستعرضها قدام المتابعين. بصراحة مش عارفة أنا بدأت أعمل كده ليه، يمكن علشان فترة الحظر أيام كورونا، أو يمكن علشان كنت محبوسة في البيت ومش لاقي أي حاجة أعملها. بس اللي أكيد إني كنت فاكرة إن الموضوع هيكون أسهل إنه يجذب الناس أو هيجيب لي متابعين كتير بسهولة، بس ده ما حصلش.
كنت مش عارفة عايز أقدم إيه بالظبط. كنت أحيانا أطلع أتكلم قدام الكاميرا وخلاص، بس طبعا الفيديوهات كانت بتجيب مشاهدات قليلة جدا، لحد ما في يوم قررت فكرة بره الصندوق، وهي إني أفتح ميستري بوكس. وقتها يا دوب كان بيجيلي 13 لايك على الفيديو، بس لما غيرت المحتوى بقى يجيلي أكتر من 2000 لايك على الفيديو الواحد. كنت مصدومة ازاي الناس كانت بتضيع وقتها وتتفرج عليا وانا بفتح علبة فيها شوية خردة، بس هما فعلا كانوا بيتفرجوا والمشاهدات زادت جدا. ومش بس كده، دول كانوا بيطلبوا مني اني اعمل فيديوهات اكتر. ناس بدأت تسيب لي تعليقات زي ده رهيب، كنت دايما بحب اعرف ايه اللي جوه اللعبة دي، اعملي فيديوهات كتيرة زي دي. وحد تاني كتب جربي اللعب الغريبة اللي بيعلنوا عنها على فيسبوك، بشوفها طول الوقت وكنت دايما بسأل نفسي مين المجنون اللي بيشتريها. وحد تالت قال انا ممكن ادفع فلوس علشان اشوف حاجات مجنونة زي دي. قلت خلاص لازم الحق الترند قبل ما يهدى. دخلت على النت وطلبت كمية بوكسات رهيبة، ما بين علب تجميع وحاجات ملهاش لازمة. بعدها باسبوع لقيت الباب بيخبط وكمية علب رهيبة قدامي. بدأت أفتح علبة واحدة في اليوم وأسجل رد فعل لايف. الموضوع في الأول كان ممتع، عمري ما كنت أعرف إيه اللي جوه اللعب دي، وده كان بيخلي فيه تشويق وحماس. بس زيه زي أي ترند، شوية وبدأت الناس تمل وتشوفه شيء عادي، لحد ما واحد كتب لي الترند ده مات، دور على حاجة جديدة. وحد تاني كتب كومنت هو ده تقريبا اللي غير حياتي، علب الدارك ويب أحسن مليون مرة من دي، جربي تشتري من هناك. الكومنت ده شدني، كنت دايما بسمع إشاعات عن الدارك ويب بس عمري ما فكرت أدخله. كنت فاكراه مليان كوارث وإجرام، بس واضح إن الناس دي بتشتري منه عادي وما حصلش حاجة. علشان كده لجأت لصاحبتي أمينة وسألتها عن الدارك ويب، وقلت لها هل أقدر أشتري بوكس من هناك وافتحه لايف قدام المتابعين زي ما بعمل. قالت لي انا جربت قبل كده، بس خلي بالك لازم تكوني حريصة وما تدخليش بحساب عليه معلوماتك الشخصية، وتشوفي بتشتري منين وبتشتري ايه بالظبط. اتفقت معاها بعدها اننا نروح نشتري كمبيوتر قديم مخصوص علشان ندخل بيه على الدارك ويب، مش عايز اخاطر بجهازي الاصلي. وبدأت تشرح لي الدنيا ماشية ازاي. دخلنا اليوم ده على الدارك ويب، ودخلنا على موقع اسمه شادو سيلز. قالت لي الناس هنا مش بتبيع مقابل فلوس بس، في ناس بتطلب حاجات أغرب، زي الراجل اللي انت شايفاه ده، راجل طالب صورة غير أخلاقية، فبيبعتوله سوفت وير معين يشتري منه. عدى شوية واحنا بنتصفح وبدأنا ندور على علب غريبة علشان نشتريها، لحد ما لقينا بوكس شكله مريب، وكان في شرط ان البوكس ده لازم يتفتح لايف قدام الجمهور. وده كان مناسب جدا اليوم اللي بعده، يوم اللايف بتاعي. صاحبتي حولت لي كريبتو، ودي العملات اللي بنشتري بيها من الدارك ويب، وطلبنا الاوردر. بعد يومين لقيت البوكس قدام باب البيت، صندوق اسود كبير من غير اسم مرسل، وكان تقيل جدا لدرجة ان ما قدرتش اشيله لوحدي. طلبت من ابويا انه يساعدني نشيله وندخله جوه. سألني هو ايه اللي انت طالباه ده صندوق تقيل جدا. قلت له صندوق عادي زي كل الصناديق اللي بشتريها. بصراحة مرضتش اقول له عن اللي عملته. شكرت والدي وجريت على الأوضة وأنا متحمسة أبدأ اللايف. طلعت لايف وقلت زي ما وعدتكم صندوق غامض من الدارك ويب، هنفتحه لايف دلوقتي. فتحت الصندوق ومديت ايدي جواه، حسيت بحاجة طرية وسخنة، طلعتها بسرعة وكانت الصدمة ده صباع مقطوع. حاولت أتمالك نفسي وابتسمت وقلت ده أكيد حد عنده حس فكاهي بايخ بيعمل فيها مقلب. طيب نكمل. التعليقات انفجرت، أسئلة زي هو ده صباع حقيقي؟ كملي عايزين نشوف أكتر. طلعت البوكس اللي بعده وكان فيه خصلة شعر سودة وجنبها ورقة عليها تعليمات، وهي إني لازم أكمل فتح الصندوق وتفريغ محتوى لايف من غير توقف. قلت واضح إن البوكس ده معمول لفيلم رعب. كملت فتح البوكس ولقيت أوراق مشوهة مكتوب عليها كلام غريب، وكورة ملفوفة. لما مسكتها وشلتها من البوكس لقيتها بتنقط دم. حسيت برعب، بس فتحتها وقلبي كان هيقف. كانت راس، بس ما كانتش راس حقيقية، كانت راس مانيكان. الراس دي كانت شبه صاحبتي. قمت بسرعة من قدام اللايف ومسكت التليفون ورنيت عليها فورا. أول ما ردت قالت لي أنا كنت مستنياك تكلميني، الحاجة بتاعتك وصلت، هتيجي تاخديها امتى؟ قلت لها حاجة ايه؟ أنا الصندوق وصلني، انتي وصلك صندوق تاني؟
هو ايه اللي وصلك بالظبط؟ وقتها كنت نسيت مفاتيحي ورجعت تاني علشان اخدها، والموبايل كان بيفصل من كتر الكومنتات، وكانت اغلبها رسائل بتيجي من شخص واحد، وكانت بتتكرر كتير وهي كملي فتح الصندوق. صاحبتي قالت لي مش عارفة استني هفتح الصندوق واشوف ايه اللي فيه. رجعت تاني وبصيت على الورق اللي في الصندوق، كانت عبارة عن شفرات. حاولت افك الشفرة اللي مكتوب عليه، وفي نفس اللحظة صاحبتي رجعت على التليفون وقالت لي انا اول مرة اشوف حاجة بالشكل ده. ده ايه ده؟ شكله حاجة غريبة. في اللحظة دي كنت قدرت افك الشفرة واللي كان مكتوب فيها كلمة قنبلة. صرخت دي قنبلة، اوعي تفتحيها خلي بالك. وفي نفس اللحظة سمعت صوت انفجار. وبعدها الخط اتقطع، قلبي وقع. خرجت بسرعة من البيت وجريت على بيت صاحبتي. الدخان كان مالي الشارع، بيتها بيتحرق. في اللحظة دي موبايلي رن وشفت رسالة بتقول كان هيبقى أحسن لو كملت لايف، فشلت في تنفيذ التعليمات. بدأت أشوف تعليقات من ناس كتير بتقول البنت دي مجنونة وقتلت صاحبتها في اللايف، أكيد هي اللي عملت كده علشان تزود اللايكات وتزود المشاهدات. في نفس الوقت والدي اتصل بيا وقال لي ليلى الشرطة عندنا في البيت، انت سمعت اللي حصل لصاحبتك؟ ما عرفتش ارد، كنت مصدومة قاعدة ساكتة وخايفة. احساس بالذنب بيموتني، انا السبب، كله بسبب طمع فكر انت غبي. احذر من الامور اللي بتشتريها من الدارك ويب، المكان ده اخطر بكتير مما تتخيل. في يوم كنت مروح من عند أحد أصدقائي، وكنت راكب عربيتي وماشي في طريق وسط حقول الذرة الواسعة، وبيتي كان بيبعد تقريبا 40 دقيقة عن منزل صاحبي. وأثناء ما كنت ماشي بالعربية حسيت بجوع شديد، بس ما كانش فيه أي إشارات بتدل على وجود مطاعم في المنطقة دي، فأخدت طريق تاني بالعربية. الطريق ده كان مختلف شوية لأنه كله عبارة عن غابات وأشجار، وما كنتش سامع حاجة غير صوت عواء ذئاب وأصوات الغابة. فقررت ان افضل سايق العربية لحد ما اوصل للبيت، واثناء ما كنت سايق لقيت قدامي فرع ماكدونالدز، فبصراحة قررت ان اقف وانزل وما قدرتش اقاوم رغبتي، فرحت للفرع وما كنتش اعرف ان ده هيكون اسوأ قرار اخدته في حياتي. فرحت للفرع وما كانش في حد غيري في المكان، وقفت قدام الشباك بعربيتي وكان في شاب نايم على الشباك، فاستخدمت كلاكس العربية علشان اصحيه، وقام مفزوع وكان محرج جدا واعتذر لي لانه كان نايم. فقلت له مفيش مشكلة وطلبت الاوردر اللي كان عبارة عن بيج ماك وشاي مسلم، فقال لي ان هو اللي هيروح يحضر الاوردر، وطلب مني ان استنى لدقايق. فعرفت ان المكان ده فيه عدد قليل من الموظفين، لان الشخص ده تقريبا هو المسؤول عن كل حاجة. وقتها حسيت ان عايز ادخل الحمام، فسبت العربية ورحت للحمام اللي كان في الناحية التانية من الطريق. وصلت للحمام وكنت لسه هقفل الباب، اتفاجئت قدامي بشخص قاعد على مقعد خشب على الجنب التاني من الطريق، وكان لابس زي ماكدونالدز، وشكله كان حزين وكان باصص في الارض اكنه هيبكي. وفجأة لقيته بصلي وابتسم ابتسامة مريبة، ولاحظت ان اسنانه مكسورة، وده اللي خلى ابتسامته مريبة اكتر. ووشه كان نحيف جدا لدرجة ان عظم وشه كان بارز، وعينيه كانت واسعة جدا، وفضل باصص عليا ومركز جدا. وبعدها لقيته قام وقف وبدأ انه يجري، بس وهو في نفس المكان، وكان على وشه نفس الابتسامة. الحقيقة ان حسيت بتوتر منه، فقفلت باب الحمام وما كنتش اعرف الشخص ده عايز مني ايه. وفجأة سمعت صوت مكتوم لشخص اكنه بيبكي، فعرفت ان هو نفس الشخص الغريب اللي شفته بره، وما كنتش عارف هو ليه بيعمل كده. بس فجأة سمعت صوت خبط جامد جدا على باب الحمام، حسيت ان الدم اتجمد في عروقي. بس سمعت صوت مألوف بيقول لي ان الاوردر بقى جاهز. فتحت باب الحمام ولقيته عامل البيتزا، حسيت اني ارتحت، وقال لي اسف ان ازعجتك بس الاوردر بقى جاهز. فقلت له مفيش مشكلة وخرجت، وكنت لسه هطلع فلوس علشان احاسبه، وقعت عيني على المقعد الخشبي اللي على الطريق، بس لقيته فاضي والشخص الغريب ده ملهوش اثر. ولقيت عامل البيتزا بيسألني ويقول لي هو في حاجة؟ قلت له الشخص الغريب اللي شغال معاكو ده اعتقد انه ممكن يكون سبب في خوف الاطفال، واعتقد انه مش مضحك ابدا. قال لي ان مش شغال معاه حد، وان هو اللي موجود في المكان لوحده. وقتها حسيت ان جسمي اشعر من الخوف،
فحسبته بسرعة وبدون كلام كتير وركبت العربية ومشيت. وانا راكب العربية فتحت الشباك علشان اشم هوا واحاول انسى الموقف اللي حصل، وكنت الحقيقة محرج من نفسي لان كنت خايف من شيء تافه زي ده. وقلت لما انا خايف كده امال الاطفال يعملوا ايه؟ بعدها كنت عايز اشغل موسيقى، فكنت لسه بمد ايدي علشان اشغل الكاسيت، وقبل ما ادوس على الزر سمعت صوت ضحكة جاية من المقعد الخلفي للعربية. حسيت بخوف ودقات قلبي زادت ووشي بدأ يعرق، فبصيت في المراية وشفت شعر اسود اكن شخص لابس باروكة، بس المقعد كان ضلمة وما كنتش شايف الشخص بوضوح، بس بعض اضواء الشارع نورت العربية. والصدمة انه نفس الشخص اللي كان قاعد على المقعد بيبصلي بعينيه الحادة ونفس الابتسامة المريبة على وشه. وحسيت بحاجة معدن باردة لمست رقبتي واكتشفت انها سكينة، وكنت بقول خلاص ان نهايتي قربت، ولقيته بيقول لي انه ما كانش المفروض انك تقفل الباب في وشي. قلت له طب انت عايز ايه؟ قال لي ان عايز اوريك قد ايه السكينة دي حادة، وقال لي هات الكوباية اللي قدامك، فاديتها له وقرب الكوباية مني وقطع الكوباية بالسكينة اللي معاه، واللي كانت حادة جدا لدرجة انها قطعت الكوباية بكل سهولة. والشاي المثلج جه على هدومي، وكنت بفكر ان افضل اتعامل معاه بلطف في الموقف ده علشان اطلع منه بسلام. وقلت له ان اسف لان قفلت الباب، وطلبت منه انه يسامحني. وقلت له طب تحب اوصلك فين؟ قال لي امشي بالعربية لحد ما اقول لك اقف، وفضل يديني اوامر امشي شمال ويمين لحد ما وصلنا النقطة وقال لي اقف بالعربية ونزل. وبمجرد ما نزل من العربية ووقف وراها رجعت بالعربية بسرعة وخبطته فاترمى بعيد، وموقفتش لحد هنا لان رجعت بالعربية مرة تانية ودوست على رجليه اللي اتكسرت، وسمعت صوت عظمه وهو بيتكسر وكان بيصرخ من شدة الألم. وبعدها مشيت بالعربية واتفاجئت وإنه برغم من إن رجليه شبه اتحطمت إلا إنه واقف وعلى وشه نفس الابتسامة وكان بيطارد العربية. وقتها رحت البيت وأنا مرعوب وفضلت فترة لحد ما تعافيت من الموقف ده، ومن وقتها ما بقتش أروح ماكدونالدز تاني. ياريت لو عجبتكم القصة دي تدعمونا بلايك وسبسكرايب في القناة.